بس شوف لي هذا الجمال المكان، دوخ بغداد هالقد ما حلو مثل حفل. بس شوف لي هذا الجمال والحسن والتراث. الله يا شارع حيفا، الله يا بغداد. اليوم اني متونس والي واهس. ليش؟ لا راح اشوفكم منطقتي اللي هي شارع حيفا. شباب اليوم راح اخذكم جولة فول الفول بشارع حيفا، وراح انزل على الشط وراح اروح للكريمات وللشواكي واشوف الناس شلون تصيد وشلون تسبح. خليكم ويانا اليوم الجولة فول، راح تتونسون. حياكم الله. فاليوم جاني عقد عمل انا وجماعتي بوحده من الدول. والله رحنا اشتغلنا، بس هذا الشخص شلع قلبنا، دمرنا بالمبيت بساعات العمل. بالحساب كان مو مضبوط. المهم عفناه ورحنا. قالوا اكو شخص شوي لي غاد يعني بنفس المنطقة، همينا يريد فرقة وهاي. رحنا والله اشتغلنا. فمن قعدنا نسولف احنا وهذا، قال هو هذا معروف انه ياكل حق البشر ومو خوش ادمي وفلان فلان، وحكى عليه هوايه. المهم اوكي اشتغلنا، الامور راحت وهاي. فراحت ايام جت ايام، اجى هذا الشخص اللي احنا طالبيه فلوس. من نتحارك وياه ونحكي وياه، هذا بالمنطقته ويا من وقف وياه. مع العلم هو منافس كلش قوي إله، واحد يحجون على الاخ وعداوه. المهم راحت السالفه وانتهت. جينا على هذا اللي احنا عاقدين وياه، قلنا له انت ما تستحي شو 24 ساعه تقول هذا مو خوش ادمي وتجابكم عليه وانا عداوه وياه صار لي سنين واكو منافسه بالعمل؟ قال لا، قال انا وياه مشاكل عندنا عداوه اوكي، بس انتو جايين من غير بلد وهذا ابن بلدي وابن منطقتي، بس مال انتو تلتمون عليه لا اعذروني. فيعني شلون المثل يقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. والله بصراحه يعني هي الموقف كان بالنسبه لي يعني فشي كلش حلو. ولا البارحه مثلا نشروا منشور احمد باسل، اجى العراقيين بصفحه كاس العالم، هذا اللي يضحك وهذا اللي ينتقد وهذا اللي يتنمر. ليش؟ هو هذا ابن بلدنا، المفروض احنا يعني اوكي بيناتنا واحد يحكي على الثاني، بس قدام الغريب ما يصير واحد يحكي بابن بلده. ومن الصالحيه راح تبدي رحلتنا الشارع حيفا، وهذا تمثال الملك فيصل مع الفرس الشهيره المعروفه باسم الصقلاويه. الملك فيصل هو مؤسس الدولة العراقية الحديثة وأول ملوك المملكة العراقية، كما حكم سوريا لفترة قصيرة قبل ذلك. وأكيد هو نصب ملكا على العراق سنة 1921. وهنا نقيت خل أكمل جولتنا ونروح أول منطقة اللي هي اسمها الكريمات. حبايب هسه أنا من شارع حيفا طبيت المنطقة الكريمات. هذا موكب اهالي منطقة الكريمات، وراح اروح ان شاء الله على الشط. شوفونا هذا البيت التراث، هذا من سنة 1917 دار الشاوي. وهسه راح نكمل جولتنا للشط. من بعد ما صورنا بيت الشاوي اللي بالكريمات، تعالوا خلينا ننزل على الشط. لقيت اكو مفاجأة، شغلات حلوة. الله على البط، شوف الجمال والحسن. اوه ذولا ناس دا يصيدون، تعالوا خل نروح لهم. امشوا ركضوا، شوف مين ننزل. هذا الدرج، تعالوا خلينا ننزل. شنو هاي العجينة؟ بس طحين. هذا ابويا الشبكة.
هاي علوة السمك في منطقة الصالحية. طبعا هي معروفة من زمان، أهالي الكريمات والشواكة والصالحية والصعدة يوميا العصرية ينزلون يصيدون تحت. طبعا واني جاي اتجول اكتشفت ان هذا الشيء اللي مسوي ضجة ببغداد زوارق دجلة. نروح نشوفه وين بيا مكان، هو بمنطقة الشواكة. بس احنا بالكريمات راح نروح للشواكة ان شاء الله ونصور. اتوقع هذاك المكان احنا وصلنا له. يلا لان هذا واحد دا يسبح، هذول اثنين شو رجعك بعد. واحد هذا شو رجع عمي بعد. يلا شباب خلنا نطلع قبل. شو تقولون يقدر يرجع لو ما يقدر يرجع؟ انا ما اتحمل، انا بس اريد اوصل لهناك يابا. يلا شباب بعد ما اتحمل خلينا نروح ركض. عمي اتحداكم والله العظيم ما يقدرون يرجعون شباب. شوفوا انا مشيت هاي المسافة كلها وما بعدهم وين. شو تقولون يقدرون يرجعون ولا لا؟ يا اخي متلهف. يلا شباب يلا امشوا 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 امشوا. وصلنا. هلا يا هذا البطل. تعال 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 احكيك. تعال شو اسمك انت؟ عمور ياصف. اول متوسط. اول متوسط ما شاء الله. انت يا منطقة كريمات ولا شواكة؟ شواكة. هاي شنو هاي زوارق بغداد؟ هاي شو اسمها زوارق بغداد لو زوارق دجلة؟ هذا يسوي له قايد او اسمه قايد بس هو مسوي زوارق دجلة او مسوي شو اسمه يعني شلون السياحة يجون عالم يصورون يفطرون. يا اخي هذا المكان دوخ بغداد هالقد ما حلو متلهف. انا بس اريد اوصل. شوف الجمال والحسن شباب. شوف العوائل جاي تنتظر سراها يابا والعينتين ما يقدر يرجع. واو. مكان فول الفول. اكثر ترند دوخ بغداد اللي هو زورق دجلة. تعالوا وياكم خلينا نشوف زورق دجلة اللي هو في منطقة الشواكة وان شاء الله راح ادليكم عليه. وصلنا يابا وصلنا. طبعا هذا المكان هو صاير على نهر دجلة في منطقة الشواكة وقاعد يجوا شباب وعوائل من انواع مناطق بغداد. اما التذكرة هي 6000 دينار لكل 30 دقيقة. مو قلت لكم ما يقدر يرجع. رجعوا دفع مو. وبيش النفر هذا العي حسب الوقت اكو 6 و 12. والله من وصلت لقيت هواية عالم من انواع المناطق في بغداد. ان شاء الله راح ادليكم وين تفوتوا له. تقريبا والله احلى مكان ببغداد. بسيط ونص ساعة ب6000 دينار تتونس تروح تسبح واكو هنا يعني نجادات. ستة ونص. 6 لا 6 ونص. اوكي تمام. وقف. لا مو دافعين فلوس عشان ما يجون. طبعا بسبب اللود اكيد اكو هواي حجز مسبقة هواية. طبعا شباب رجعوا وما لحقوا للاسف لان الوقت ما يسعفهم. وهنا راح نبدي ان شاء الله نصعد. دلع. احسن لي طبعا. روح لليسار لليسار. عنده هو هنا. اليوم يعني بعد ما بيهم ان شاء الله. هسه شفت هنا بعد هنا هذا اخوك. هو اي واحد يسأل عن زورق دجلة هذا شارع حيفا.
هذا الشارع اللي بين الكريمات وبين الشواكة، منها يدخل يطلع قبل على الشارع. وقبل لا نكمل جولتنا شفت هذا المكان الحلو اللي هو اسمه بينك برجر، وعنده أنواع الأكلات السريعة. وأكيد عنده توصيل لجميع مناطق بغداد، وعنده مكان خاص بالعوائل. طبعا الألوان والأكل كلش طيب. تأسس شارع حيفا الحديث في بغداد مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1981. والهدف من تأسيس شارع حيفا كان مصمما بشكل أساسي لاستضافة الوفود والقمة العربية التي كان مقررا عقدها في بغداد عام 1981. هذا شارع الشهداء، بيه شغلات حلوة صراحة أسوي لكم إياها، ويقولون أكو خان هنا جديد هسه راح نروح له. تعالوا خلينا نروح. تعالوا شوفوا هاي الشغلات الحلوة. هذا المحل في الجمال والحسن. الله، هذا من يعرف شنو اسمه؟ هاي الناياس، هاي كلها صناعة يدوية. وهذا الاستكان، يقولون اكو خان هنا فتح جديد هسه راح نشوفه. هذا الخان وصلنا له، اسمه خان البغدادي للفنون والتراث. طبعا هو ما صار له 3 اشهر او 4 اشهر فالحين. تعال خلينا نشوف شنو جوا. طبعا المشروع كلش حلو. وهنا وصلنا الخان البغدادي للفن والتراث، وهو مركزا ثقافيا وفنيا مستحدثا في قلب بغداد التراثية، وتم فتحه رسميا في نيسان عام 2026. طبعا أنا متأكد إنه هذا الخان إنه له مستقبل. هذا المحل كلش حلو. حرام الدخل كمان في الجمال. وطبعا صار له جديد، يعني ما صار له 3 اشهر او 4 اشهر مفتح. أنا أكيد أكو أماكن استراحة، قهوة وعصير وشاي كل شيء. هالشي مشروع كلش حلو. الله يا بغداد. تعال خلينا نشوف بعد شكل جوا. مثل ما قلت هذا يعني بعد الخان جديد، عالم التحف والانتقال، إن شاء الله له مستقبل حلو. فوق استراحة ما شاء الله مع النظافة والجمال. طبعا متكون من طابقين. تعال خلينا نكمل جولتنا بشارع حيفا. ومن بعد ما كملنا جولتنا بخان البغدادي، خلينا نكمل رحلتنا بشارع حيفا اللي سمي بهذا الاسم تخليدا لمدينة حيفا الفلسطينية الساحلية العريقة. وهاي العمارات الهولندية، طبعا هاي سمت بالهولندية لأن شركة مقاولات هولندية هي اللي تولت عمليات البناء الهندسي الدقيق.
اكثر مكان يحبوه اهالي شارع حيفا والكرخ هو سيد البرجر ومازن ابو المرطبات حديقة احمد الوهابي. هسه خلينا نجرب اللفة، وراها نجرب مازن، وراها نروح للحديقة. بعد ما وصيت وجبة يم سيد البرجر وصلت الوجبة، نزلت الوجبة والبيبسي، وخلونا نذوقها وإن شاء الله الأكل يطلع طيب. فيها طعم غريب بس طيب والله 10/10. ما ادري ليش يسمونه صفرة، بس طعمها كلش طيب. وجبة كليتها ب 5000 دينار، فنجر وياها، بس كلش طيبة والله، كبيرة شو خلصها. وهنا كانت رحلتنا لشارع حيفا، شكرا على متابعتكم.